السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة فإذا بعبد الصمد يهاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد، يعني رجل درجته كبيرة ومعاه دكتوراه في الموسيقى ومن الشخصيات المرموقة. نعم. وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام. الله أكبر. نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني. نعم. نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من الأطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. قلت له تعال، حي الله حياكم الله. فجاء إلى الفندق. هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي، وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه. الله والله لما علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول: يا عرب يا مسلمون، لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي. يقول: أنا اسمي الكندي مش كوندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين فرض عليهم التنصر بحد السيف. نعم. وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف. نعم. يقول: تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من ثلاثة: إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع. وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا. يا لطيف. وقتل في أثناء محاكم التفتيش عشرات الآلاف من المسلمين. نعم. حرقت أغلب التراث الإسلامي، الكتابات الإسلامية. فيقول: نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة، يعني أعزكم الله، يعني ما يلبس للوضوء، يعني المسبحة. يقول: لا زلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري. يعني نغسل الميت ونكفله ونضعه في القبر على الشق الأيمن وفي وجهة خاصة، نحن لا نعرف. فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟ قلت له: كيف أسلمت؟ قال: أنا يعني عندي مستشفى خاص، وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق. تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة. وقال: كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى، وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال: فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة ألفا روميو، فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال: في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة، توفيت البنت. قال: فأصابتني بحزن شديد، وبدأت أرى البنت في المنام، وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال: ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل. تقول لي: يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء. الله أكبر. من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام. سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها عني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا له. قال: بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل
مغطى بالسواد يطوف حوله الناس، وده لا أعرف هذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال جاء في خاطري عبد الصمد، لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت، فاتصلت بأهلي قالوا عبد الصمد في السعودية، فأخذت رقم جواله وهاتفته، أنا أريد أن أزور الكعبة. قال له الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قال له ماذا أفعل؟ قال له اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن لا تأتي للزيارة. قال لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا، وهاتفت عبد الصمد فقال لي أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة، ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال جاء بهذه الطريقة وجلست معه في الفندق، عبد الصمد يروي لي، أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال وذهبنا إلى مكة. قال طفنا بالكعبة. قال أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه، وأتي له بطبيب أفاقه. قال سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل. الله أكبر. فأدينا الله أكبر الطواف الله أكبر. وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول، وأكتفي بهذا القدر. شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضل. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.